الجميلة خلعت الوحش. ده كان تعليق رواد السوشيال ميديا بعد اللي نشرته مي السنهوري الزوجة الثانية لبيج رامي بطل كمال أجسام. فاجئت به الجمهور حيث كتبت في منشورها: لم يتم الانفصال بيني وبين البيج رامي لرفض الانفصال وديا، وبناء عليه حصلت على حكم محكمة بالخلع ضد البيج رامي، والحمد لله على كل شيء. ولقى هذا البوست مردودا كبيرا من رواد الميديا، والأغرب إنهم عبروا عن فرحتهم بسماع الخبر وقالوا: سبحان الله، ربنا خد حق الزوجة الأولى بعد ما صبرت عليه في رحلة كفاحه وبعدها راح اتجوز عليها. والكتير مننا ما يعرفش قصة البيج رامي حيث تزوج زوجته الأولى مروة المغربي في 2010، وهي أحد أفراد عيلته، وهي بنت خاله، وكان أنجب منها 3 بنات. ولكن بعد تحقيق الميدالية الذهبية في 2021 فاجأ الجميع بزواجه الثاني، الزواج الذي أثار الجدل من المتابعين بعد ما قالت زوجته الأولى عبر صفحتها: بعد ما صبرت معاه وتحملت معاه على الحلوة والمرة بعدها راح يتجوز عليا. وبعدها خرج البيج رامي تصريح وقال، وده كان رده بعد صفحته على صفحته عبر حسابه وقال: ان شاء الله يا رب جمعه طيبه على الكل ويومكم سعيد ان شاء الله. نصيحه صغيره، اسمحوا لي ان انا يعني اكون في الموضوع ده مع اني عارف انه مش اهل للنصيحه، لكن اقبلوا مني. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعنيه. احنا شاهد من الكلام مش عارف ان مفيش حد يعرف ظروف حد ولا حد يقدر يحكم على حد. احنا ربنا ما خلقناش نحاسب بعض على اي حاجه، كل واحد بيتصرف وان شاء الله ربنا بيحاسبنا في الاخر كان في غلط او ما فيش غلط. طبعا مش معنى كده ان احنا معفيين او مش اصحاب اخطاء في حياتنا، بالعكس احنا بنخطأ وبنغلط وبنعمل حاجات صح، وربنا ان شاء الله هو اللي بيحاسب الكل. الحمد لله ان هو ما اعطاش الناس فرصه ان هي تحاسب بعضها ولا ما كناش خرجنا في بيوتنا. والكلام ما هوش موجه لاي موضوع، لكن والله انا حبيت ان انا شايف ان الناس اللي دول شغله افكار حاجات هي يعني لا تعرف عنها حاجه ولا تعرف تفاصيلها، لكن في الاول وفي الاخر ربنا يسعدكم جميعا وجمعه طيبه عليكم ان شاء الله يا رب يومكم خير. واسمحوا لي ان انا قلت كلمتين. ليتفاجأ الجميع مرة أخرى تحديدا بعد مرور 3 سنين على زواجه من زوجته الثانية بدعوى خلع مقدمة من زوجته الثانية من محكمة الأسرة. وإليكم بعض الصور.